السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم في فيديو جديد. هنحضر مع بعض النهاردة الغدا بتاعنا بتاع يوم الجمعة. غدا سريع كده وغدا حلو جدا جدا. هنعمل النهاردة سمك زي ما انتم شايفين معايا كده في الفيديو، سمك مشوي. شويته بقى ايه في الفرن البلدي. بصوا طعمه حاجة تانية خالص، طعمه حلو قوي قوي. والحاجة اللي بتتعمل في البيت بتبقى احسن من اللي احنا بنشتريها، او اللي احنا بنعمله بره، او اللي احنا بنشويه يعني بره عند الناس وكده. اللي بيتعمل في البيت بيبقى طعمه حاجة تانية. بس بتمنى منكم قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نتكلم في أي حاجة، تدعوا لهم وأبويا دعوة حلوة كده إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. أم وأبويا وجماعة أمواتنا إن شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش إخواتنا في غزة وفلسطين ولبنان وجميع الدول العربية، ندعي لهم إن ربنا ينصرهم وربنا يحميهم، وإن شاء الله ربنا يثبت أقدامهم بإذن الله. ايه رأيكم بقى في السفرة القمر بتاعتنا دي؟ ما شاء الله الأكل كان حلو جدا جدا. سهل وسريع كده وما أخدش معايا وقت. السمك انواع السمك عامه بتبقى حلوه جدا، وبتبقى ايه بتشجع كده على الاكل احسن من اللحوم، واحسن من حاجات من اكلات تانية كتيره جدا. وانا يعني بما اني بحس ان هي يعني سهله كده، ومش كمان غاليه قوي زي ما احنا يعني ايه دايما بنقعد نقول، بس هي بالنسبه للحاجات التانية بتبقى ايه ارخص. فيلا بينا نشوف الفيديو ونشوف احنا السمك بتاعنا الجميل ده عملناه ازاي وشويناه ازاي. انا هشويه في الفرن البلدي زي ما انا قلت. بصوا انا بحب السمكية اللي هي الصغيرة دي، بحبها جدا جدا، بيبقى لها طعم حلو عن اللي هو السمك الكبير. جربي تجيب السمك الصغير، ولو اصغر من دي يعني انا لما بجيب كمان ده بحاول اجيب الصغير معاه، لان بحب اللي هي السمكية الصغيرة دي بيبقى لها طعم حلو قوي عن الكبيرة. فانا جايبه سمك، انا اللي شاريه السمك ده على فكره، حلو جدا. وكان السمك لسه صابح وطازه الحمد لله. فانا رحت جبت بقى من السوق سمك، وقلت ايه انا كنت هشوي بره والله عند الراجل وكده، فقلت لا انا الفرن عندي في البيت على السطح، والانبوبه محطوطه وكل حاجه الحمد لله، فليه نشويه بره بقى. قلت بقى نشوه مع بعض كده ونعمل مع بعض فيديو حلوه كده ونوريكم الغدا بتاعنا بتاع يوم الجمعه. وطبعا قبل ما اشوي السمك كنت انا حاطه بتنجان اهو في الفرن. عشان هنعمل بابا غنوج، هنعمل طبق حلو كده. بصوا كنت عاملاها بالطحينه كان تحفه. البابا غنوج بالطحينه والزبادي، تحط عليها كوبايه زبادي، بتدوله طعم حلو قوي قوي. جربيه كده باذن الله هيعجبك ان شاء الله. هو نفس الخلطه اللي احنا بنعملها ليه عادي، بس بتضيفي بس اللي هي نقطه ايه حته الزبادي والطحينه. احنا كده كده بنحط الطحينه، بس الزبادي ده انا بصراحه شفت حد كان عامله يعني، بس مش حد على اليوتيوب يعني، فعجبتني الطريقه. قلت اجربه الاول، لما جربته وتلاقيته حلو فقلت ايه اعتمدت الوصفه على طول، كانت عجباني جدا جدا. بصوا السمك كان صابح وحلو قوي. انت تعرفي السمك الصبح باللي ما هو الصبح ان هو ما يلزقش معاكي في الفرن. شوفوا ما شاء الله طالع ناشف معايا وحلو جدا. وطبعا بتسخني الفرن الاول كويس قوي علشان ما يلزقش معاكي. ومش اول ما ياخد لون كده تقوموا مطلعاه من الفرن. انا بسيبه على الباب كده زي ما انتم شايفين، برصه على الباب شويه كده لحد ما يتلدن، وتحس ان هو نشف قوي وراسه كمان ما فيهاش دم ولا فيها اي حاجه. شوفوا الشوي جميل جدا ومش محروق واخد لون حلو قوي. كنت عامله له بقى ايه اللي هي الخلطه بتاعته التملحه بتاعته. اما يكون سمك صغير زي ده مش بعمل له اللي هي الرش، مش بعمل له رش ملح وكمون وحاجات من دي، لا بعمل فلفل احمر وفلفل اخضر، وبخرط كزبره، بقطع له كزبره، وبعمل جزر وليمون. كل الحاجات دي بضربها في الخلاط، وبعصر عليه ليمون بعد ما بنزله في الميه دي. الخلطة دي حلوة جدا جدا، وبتدي طعم للسمك اللي هو كمان الصغير ده حلو قوي. انما لو هو سمك كبير ببقى عامله له بقى خلطة اللي هي زي دي، بس مش عليها مية، برشها عليه كده واعصر عليه ليمون كتير بقى، بتبقى حلوة قوي قوي. وهو بصراحة ده كان حلو جدا وطعمه. بصوا جربوا الخلطة اللي انا عاملاها بتاعت السمك دي، هتعجبكم بإذن الله. اللهم صل عليك يا نبي. وكنت بقى عامله ايه الرز اللي هو حبايه وحبايه ده، بيبقى طعمه مع السمك روعه. انا كنت دايما بعمل اللي هو السمك اللي بعمل الرز اللي هو بالشعريه، بس اللي هو حبايه وحبايه ده حلو قوي. واكيد انتوا شايفين السفره معايا البابا غنوج
تحفة. والسلطة بتاعتنا الخضرة حلوة قوي مع البصل الاخضر بقى وعيش بقى. بس بجد السفرة كانت حلوة قوي، والاكل كان طعمه حلو جدا جدا. تسلم ايدي بجد والله. تسلم ايدك يا شيف هناء. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. ويا ريت بقى اللي مش مشترك عندي في القناه يا رب يشترك كده، وتعملوا لي لايك كده بحلو من ايديكم، علشان الفيديو يعلى معاكم باذن الله، والكل يشوفه والكل يستفاد، واهو حاجات برضو بندي افكار لبعض باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.